صباح الخير. تعالوا خدكم معايا كام يوم كده قضيتهم في اسكندريه، هعرفكم فيهم على اماكن حلوه قوي ممكن تكونوا ما تعرفوهاش وعروض خطيره. يعني من الاخر كده هوريكم ازاي ممكن تروحوا اسكندريه وما تصرفوش كتير. اول حاجه جهزنا الشنط، وانا من الناس اللي بتاخد حاجات كتير قوي حتى لو رايحه يومين بس. اتحركنا من القاهره قبل المغرب كده شويه، وده كان منظر الطريق والسما وقت الغروب. وعلشان ما كناش لسه اتغدينا فقلنا ناخد حاجه سريعه كده على ما نوصل. وبالمناسبه الرساله سريعه كده لدومتي، عاملين ساندوتش طويل عريض ومش حاشينه غير سنتي، جايين على نفسكم كده ليه يعني؟ المهم ما علينا. وصلنا اسكندريه بالليل وما كناش شايفين البحر قوي، بس كفايه ريحه اسكندريه اول ما وصلنا. انتوا عارفين انا ماليش قرايب خالص من اسكندريه، بس انا بحس اسكندريه دي انها بلدي وان انا لازم ارجع لها كل كام شهر. وعلشان بقى ما كناش لسه اتغدينا فقلنا نروح ناكل الاول. طلبنا من البان سويسرا والقلاع الاتنين جنب بعض. وبصراحه انا عندي كلام كتير قوي اقوله على الاكل ده، بس خلوها الفيديو الجاي. رحنا قعدنا في سيدي جابر، وعايزه اوريكم بقى ان ده منظر الفيو من البلكونه بالليل، وده بقى المنظر بالنهار. شكل البحر يجنن وريحه المكان حلوه قوي. وده المنظر لما الدنيا بتمطر في اسكندريه الصبح بدري. استنوا بقى الجزء التاني علشان هوريكم اماكن حلوه قوي ممكن تخرجوا تاكلوا فيها وتشوفوا الفيو الحلو ده وما تدفعوش كتير.